احنا فوجئنا في المذهب السلفي المعاصر أنهم يلزموننا بأقوال ناس ما عاشوا في عصر السلف. ابن تيمية عاش توفى 728، محمد عبد الوهاب مات 1206، ابن باز والألباني وابن عثيمين كلهم في القرن العشرين وبعد سنة 2000 تقريبا أو 99. يعني من تدعوننا إلى اتباعهم وتقليدهم لم يعيشوا بالسلف في عصر السلف الثلاث القرون الهجرية الأولى، بينما نحن الحقيقيون الذين يتبعون السلف، لأننا نتبع الأئمة الأربعة اللي هم عاشوا في القرون الثلاث الأولى. بينما من تدعونهم أنتم بالسلف وفهم السلف كلهم ما بعد السلف ب500 سنة. يعني إذا كان الشافعي أو الإمام أحمد مات 241 وابن تيمية مات 728، كم سنة ما بين 200 و700؟ 500 سنة.